من جهة ثانية، قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية شيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني إن التطبيع مع إسرائيل في الوقت الراهن لن يضيف أي قيمة للشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن لقطر علاقات مع إسرائيل في إطار تسهيل المساعدات والمشاريع للشعب الفلسطيني. أظن أن أزمة الخليج لا صلة لها باتفاقات أبراهام أو أي تطبيع مع إسرائيل. جوهر الأزمة ما بين إسرائيل والخليج هو القضية الفلسطينية، ونحن في دولة قطر لو رأينا أن هناك فرصة لسلام عادل يحقق فيه الفلسطينيون استقلالهم في دولة عاصمتها القدس الشرقية وفق المبادرة العربية، فسنسير قدما مع دول أخرى في المنطقة. لكن حتى الآن نرى أن تطبيع دولة قطر وإسرائيل لن يضيف أي قيمة للشعب الفلسطيني، ونحن لدينا علاقات عمل مع الإسرائيليين لتسهيل المساعدات والمشاريع للشعب الفلسطيني، وفي الوقت الراهن نرى أن هذه العلاقة كافية لمساعدة الشعب الفلسطيني. لكن فيما يتعلق بالتطبيع، أظن أن القضية الفلسطينية يجب أن تكون في صميم أي اتفاقية تطبيع بين قطر وإسرائيل.